دلوقتي هنعمل مقارنة بين الاسكوترات والموتوسيكلات. انا عارف ان المقارنة دي قديمة جدا، ولكن المرة دي هنعملها بشكل واقعي، لان انا كمعاذ جربت الاتنين فعليا، وسنين طويلة جربت ان انا اركب موتوسيكلات كتير، واخر 6 شهور في حياتي كنت بركب سكوترات. بس انا نفسي كنت بشتري لنفسي سكوتر وبمشي بيه علشان برضو اخد التجربة واحاول اوصلها لكم. المقارنة بين الاتنين هتكون كالاتي: هنحط زي اوجه مقارنة كده او نقط معينة هنتكلم فيها، زي الراحة والامان والسرعة والعملية والمتعه والمصاريف، واخيرا السعر. هنتكلم في كل نقطه من دول ايه اللي بيميز السكوتر عن الموتوسيكل او العكس، وفي الاخر خالص هقول لك انا رغبتي الشخصيه هي عباره عن ايه. فطبعا مش هنتكلم عن كل ده واحنا واقفين، هناخد السكوتر ونطلع على الطريق ندردش مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا معاذ سعد ودي قناه موتور. وقبل ما نخش في الموضوع على طول عايز اخد رايك في حاجه، وهي فكره السيت اب الجديد، الكاميرا الاساسيه اللي احنا بنصور بيها على الطريق، والكاميرا الثانيه اللي بتجيب وشي. شايفين ده كده احسن ولا ان احنا نجيب الطريق بس طول الطريق لو انت مش حابب تشوف وشي يعني وكده؟ طب خلينا نتكلم عن اول حاجه على طول، وهي الراحه. الراحه جزء مهم جدا في فكره ان انت بتركب موتوسيكل او سكوتر كل يوم، فانت بتدور على الحاجه اللي تريحك وتناسبك. الطريق زحمه، انا بس مش عارف اخد راحتي في الكلام، فاتمنى ان احنا نخرج من الزحمه دي بسرعه. نقطه الراحه انا ممكن ما اتكلمش عنها كتير لان هي واضحه وصريحه، السكوتر اريح من الموتوسيكل. ليه؟ لان السكوتر يعتبر قعدته اريح، انت مفيش فكره ان الموتوسيكل مانوال، ما بتديش غيارات، ما بتمسكش دبرياج، كل اللي عندك هو مقبض البنزين، بتزود بنزين وبتدوس فرامل قدام وورا. فطبعا السكوتر يكسب في حته الراحه دي باكتساح، بالتحديد كمان لو انت راكب سكوتر 250 300 سي سي حجم كبير وقعدته مريحه، فالسكوتر بيكون مريح جدا في حاجه زي كده. ومن هنا نروح للنقطه الثانيه واللي انا شايفها الصراحه من اهم المعايير في المقارنه دي، وهي الامان. الامان ده هينقسم لحاجتين: اول حاجه لاحتماليه وقوع الحادثه عموما، او ان انت تقع بالموتوسيكل او السكوتر، مين هيبقى احسن من التاني. الحاجه التانيه ان انت لما تقع ايه اللي هيحصل لك، او ايه رد الفعل اللي هيحصل في السكوتر او موتوسيكل. نتكلم عن اول حاجه وهي احتماليه ان انت ممكن تقع اصلا. بالنسبه لي كان تجربه فتره طويله جدا للموتوسيكلات والسكوترات. الموتوسيكل بيكون افضل في حته الامان دي، انت بتكون عامل كنترول اكتر على البايك، مركز الثقل، انت بتبقى مالك الموتوسيكل اكتر بجسمك. فكره ان انت عندك الموتور مانوال، فلما بتسيب الدبرياج الموتوسيكل بيبقى ماسك نفسه اكتر. والهندسه بتاعت الموتوسيكلات بشكل عام بتساعدك ان انت تبقى عامل كنترول على الطريق اكتر، حتى لو انت بتجري بين عربيات ماشي على الطريق، ان يحصل موقف مفاجئ بتحس ان انت قادر تعمل كنترول على الموتوسيكل اكتر. السكوتر بطبيعه الحال مركز الثقل بتاعه ما بيبقاش افضل حاجه، لان انت عندك الموتور بوكر السحب بالسي في تي بكل ده بيكون مرمي في الجزء اللي ورا. في الموتوسيكل الموتور بيبقى تحتيك انت على طول، فاتقل حاجه في الموتوسيكل بتكون انت عامل كنترول عليها، لكن في السكوتر اتقل حاجه فيه بتكون وراك. فده بيخلي بشكل عام ان الكنترول على السكوتر مش افضل حاجه. ففي المواقف المفاجاه هتلاقي نفسك في الموتوسيكل قادر تعمل كنترول اكتر من السكوتر. المقارنه دي طبعا لو بنقارن بين سكوتر اي بي اس وموتوسيكل اي بي اس، لو موتوسيكل فرامل باكم وسكوتر باكم، لكن ما ينفعش نقارن بين سكوتر اي بي اس وموتوسيكل فرامل باكم مثلا، دي حاجه ما ينفعش تقارن ببعضها. فانا بالنسبه لي الموتوسيكل يكسب في حته الامان من ناحيه وقوع الحادثه اصلا، او ان انت ممكن تقع، او احتماليه ان انت يحصل لك لا قدر الله اي حاجه. طيب النقطه الثانيه بقى وهي عكس اللي احنا اتكلمنا فيه ده تماما، ان انت لما هتيجي تقع مين امن بالنسبه لك؟ طبعا قولا واحدا السكوتر امن لكذا حاجه، منها نفس السبب اللي بيخليك عامل كنترول اكتر على الموتوسيكل، ان انت هنا بتبقى حر الحركه. يعني انا رجلي هنا مفيش حاجه ماسكاها، يعني انا خلاص السكوتر هيقع مني ولقيت حاجه مفاجاه قدامي وبيتزحلق، اقدر بكل سهوله ان انا انط من على السكوتر وابعد عنه. هقع وهتعور وهيحصل لي كل حاجه، ولكن ان انا اقع لوحدي ده احسن بكتير من لما انا اقع وانا لازق في الجسم بتاعي الموتوسيكل، ممكن يحصل لي اضرار اكبر من كده. الناس اللي بتسوق بقالها كتير بيقدروا يتعاملوا في الحركه دي مع الموتوسيكلات. يعني انا برضو يعني والله مش بشكر في نفسي، ولكن من قريب وقعت بموتوسيكل اس واي ام ان اتش اكس، كانت على سرعه مثلا 30، يعني كانت وقعه عبيطه، ولكن قدرت ساعتها ان انا خلاص لقيت نفسي هتزحلق وهقع، فقمت زي الموتوسيكل برجلي سبته يقع على الارض وانا كملت جري على رجلي عادي جدا. ولكن احنا بنتكلم بشكل عام، الناس المبتدئه في السواقه والواحد لسه جديد شويه في السواقه، الموضوع ده بيبقى صعب شويه عليه، فهتلاقي نفسك الموتوسيكل خدك معاه وانت بتقع. دي نصيحه ممكن انت تاخدها على جنب وتحاول تطبقها في الوقعات بتاعتك، ان انت لما تيجي تقع تقوم رامي الموتوسيكل وتبعد عنه، ولكن الموضوع بيبقى صعب شويه. النقطه الثانيه برضو وهي ان انت بتبقى رجلك، الحته دي صعبه قوي،
ماشي تعال نطلع كده، انا بس عشان مركز في التصوير فمش مركز في السواقه قوي. النقطه الثانيه برضه في حته الامان دي، ان انت تبقى رجلك جوه الفبر بتاع السكوتر، مش معرض ان اي حاجه تحصل لك، ممكن حد يخبط فيك من الجنب، ممكن يحصل اي حاجه، فانت رجلك جوه الفبر بتاع السكوتر قادر ان انت تحميها بشكل كبير. وكمان الحمايه هنا مش من المخاطر بس، انت في ايام المطر والبهدله ولو الطرق مغرقانه ميه السكوتر بيحمي رجلك من البهدله. انت بتبقى قاعد السكوتر يغرق زي ما يغرق انت قاعد باشا. في الموتوسيكل طبعا رجلك بتتبهدل بشكل كبير، ولكن برضو على النقيض زي ما اتكلمنا السكوتر لو انت ماشي بيه في مطره ولا ميه بيبقى خطر جدا جدا جدا. اما الموتوسيكل بتبقى قادر تعمل عليه كنترول اكتر لفكره الموتور المانوال، بيخلي الموتور معزم معاك الفرده اللي ورا، فقادر تتحكم في الموتوسيكل اكتر. انا عارف ان انا طولت جامد في النقطه دي بالتحديد، ولكن تعتبر دي بالنسبه لي اكتر نقطه ممكن نتكلم فيها واهم نقطه في النقط كلها. فملخصا الموتوسيكل امن في حيث السواقه بشكل عام، ان انت تقدر تعمل عليه كنترول ما تعملش حادثه اصلا. السكوتر وقت الحادثه ممكن يحميك اكتر ولكن مش بفرق كبير قوي. تعال بقى نروح نتكلم عن النقطه الثالثه وهي السرعه والتسارع والجو ده. ممكن اقول لك ان في التوب سبيد، يعني مثلا لو انا راكب سكوتر 200 سي سي وموتوسيكل 200 سي سي، الموتوسيكل يكون اسرع شويه ولكن برضه تتوقف على الامكانيات. يعني انا بتكلم عن سكوتر كربراتير 200 سي سي تبريد هواء، الموتور بتاعه 2 صباب، والموتوسيكل نفس المواصفات بالظبط ولكن هو موتور موتوسيكل. فالموتوسيكل هنا هيديني سرعه ازيد بنسبه مثلا 10%. هل دي حاجه فارقه معاك؟ دي بقى ممكن حاجه ترجع لك انت تقرر فيها، لكن انا بالنسبه لي مش شايف ان هو الفرق الكبير اللي ممكن يفرق مع واحد لو بياخد القرار. اللي هيفرق معاك فكره التسارع. الموتوسيكل في التسارع افضل شويه من السكوتر او في نقطه معينه بالتحديد. اغلب السكوترات اللي هي بتبقى نازله بموتور 2 صباب وحقن وقود كربراتير بيبقى التحرك بتاعها من سرعه 0 ل 50 او 60 مثلا ضعيف جدا، او الطلعه نفسها بتبقى ضعيفه لان السكوتر بيطلع على ار بي ام عالي، مثلا ممكن يطلع معاك على ار بي ام 4. لكن الموتوسيكل مجرد ما انت اديت الغيار الاول وزودت سن البنزين الموتوسيكل بينطلق معاك على طول. فالنقطه دي بتبقى سخيفه شويه في التحرك في الزحمه والكلام ده كله، وان انت كل ما تيجي تقف بالسكوتر وتطلع من تاني الموضوع بيبقى رخم. الموضوع ده حصل فيه استثناء في الفتره الاخيره لسكوترات اللي بقت تنزل بموتور هايبر. السكوترات دي بتدي دفعه في الاول قويه ولكن بيجي برضه على حساب بكر السحب، وان انت تبقى عامل لود على البكر السحب بتاع السكوتر. فكده كده الموتوسيكل يكسب في حته الطلعه وان هو يطلع معاك من الصفر، هو افضل في حاجه زي كده. السكوتر اللي انا راكبه دلوقتي الموتور بتاعه هايبرد والطلعه بتاعته قويه جدا من الصفر، ولكن انا عارف ان انا باجي على بكره السحب في الحركه دي ان انا بسحب بنزين جامد، فما يفضلش ان انا اعمل كده على طول. ومن هنا خلينا نتكلم عن متعه السواقه. انا واحد بركب دلوقتي موتوسيكل او سكوتر، كل اللي بيركبوا موتوسيكلات وسكوترات هم في اول شرائهم للحاجه دي بيبقوا فرحانين ومستمتعين ان هو يركب حاجه بعجلتين ومنه الهوا كده على طول. فطبعا لازم تكمل المتعه دي. الراجل طار من جنبي خضني دلوقتي. فطبعا لازم تكمل المتعه دي وتشوف انهي هيخليك حاسس ان انت مستمتع اكتر في السواقه. وفي النقطه دي الصراحه انا مش هرغي كتير، انا بالنسبه لي الموتوسيكل امتع بكتير من السكوترات لان بيبقى فيه اكشن اكتر في السواقه. بتدي الغيار الاول تدي طلعه تقوم مدي الغير الثاني سامع صوت الموتور، النقلات، الكلام ده كله طبعا في المواتير القويه بيبقى امتع اكتر. عايز تهدي سرعتك تقوم مسقط غيار، تستخدم الانجن بريك، عايز تطلع من العربيه بطريقه معينه فبتعمل سنس معين في الغيارات عشان تعرف تطلع منها. الكلام ده كله بيبقى ممتع جدا جدا في سواقه الموتوسيكلات، بالذات كمان ان انت تبقى عامل على الموتوسيكل كنترول اكتر من السكوتر، فبتقدر تعمل حاجات اخطر. انا يعني مش هجمل الكلام ومش بنصح حد ان هو يعمل حاجه خطر بالموتوسيكل او السكوتر بتاعه، ولكن انت دي حاجه كلنا بنعملها. احنا بالموتوسيكل بنقدر نتشقى اكتر، نعمل اكشن اكتر، فالموضوع بيبقى امتع شويه. في السكوتر انت بتبقى في زون الراحه حرفيا، هو مريح وفي نفس الوقت ايه ممكن يبقى ممل شويه. واحد ممكن يقول لي يعني انا بالسكوتر ما اقدرش اجري واخد غرز واعمل الكلام ده كله، لا هتعرف، ولكن زي ما قلت لك من شويه الكنترول على السكوتر بيبقى اضعف، فقلبك ما بيجيبكش ان انت تعمل حاجات اخطر او تفرز هرمون الادرينالين اكتر. طيب هنتكلم بقى عن اخر نقطتين وانا شايفهم الصراحه من النقط اللي بتفرق قوي في اختيارك للسكوتر او موتوسيكل. مش كل الناس بتدور برضه على المتعه، مش كل الناس بتدور على الجري والغرز والكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده، في ناس بتبقى عايزه بتفكر بشكل عملي اكتر. فانا هتكلم عن فكره المصاريف، انهي هيصرف معايا اكتر. طبعا المصاريف بتتقسم لصيانات، لاستهلاك بنزين، لتغيير زيت. يعتبر 3 نقط هم دول الاساس في كل حاجه، وفي نقطه هنضيفها في الاخر ولكن يعني دي بتبقى على حسب انت وقعت بالسكوتر ولا لا. يعني ممكن نتكلم اول حاجه عن استهلاك البنزين بشكل عام قولا واحدا. لو سكوتر 300 سي سي وموتوسيكل 300 سي سي، فالسكوتر استهلاكه في البنزين اعلى من الموتوسيكل
نفس الكلام لو 200 او 150 سي سي. السكوتر بشكل عام استهلاك في البنزين بيبقى اعلى، ممكن يكون اعلى بنسبه 15 ل 20% او من 10 ل 20%. اما بالنسبه لتغيير الزيت، فاغلب السكوترات اللي هي بتبقى تبريد هواء بينصح ان انت تغير زيت مثلا على 600 700 كيلو. تقنيا ما اعرفش ليه، او مش مركز ان انا اشرحها دلوقتي، ولكن انت في السكوتر بتغير الزيت بدري شويه عن الموتوسيكل. مش معنى كده ان الموتوسيكل بيقعد معاك كتير، ولكن الموتوسيكل الزيت بيقعد معاك اكتر برضه بنسبه 15 20%. فاحنا عندنا الزيت والبنزين الموتوسيكل اوفر فيهم. طب بالنسبه للصيانه، عندك في السكوتر في بكر سحب، في سير سحب، في حاجات كتير ممكن تغيرها ومعرضه ان هي تتلف بسرعه عن الموتوسيكلات. يعني مثلا الموتوسيكل انت بتحتاج تغير طقم الجر، طقم الجر ده لو انت محافظ عليه ممكن تغيره كل 20 او 25 الف كيلو. في السكوترات لو انت محافظ عليه هتغيره من 15 ل 20 الف كيلو، وفي بعض الاحيان في ناس اصلا بتغيره على 5000 و 8000 كيلو. طبعا كله بيرجع على حسب الاستخدام، ولكن بشكل عام العمر الافتراضي بتاع اجزاء السحب بتاعت الموتوسيكلات بتعيش اكتر شويه من السكوترات، برضه ممكن نقول بنسبه من 20 ل 30% المره دي. فلو بصينا كده اوفرول هتلاقي ان الموتوسيكل اوفر شويه في مصاريفه عن السكوتر، سواء بنزين او تغيير زيت او حتى الصيانات. والنقطه الرابعه اللي انا بكلمك عليها ان الموتوسيكل ما فيهوش فبر كتير زي السكوتر. السكوتر انت لو وقعت بيه او اتخربشت بيه او خبطت في حاجه وانت واقف، الفبر اللي بيتكسر ده بتبقى تكلفته غاليه شويه ان انت ترجع تعالجه او تغيره. فطبعا الموتوسيكل بيوفر عليك النقطه دي. انا عايز اقول لكم ان احنا وصلنا خلاص المعرض عشان رايح المعرض، ولكن هنكمل طريق شويه عشان نكمل كلام. هنتكلم عن العمليه او الخلاصه بتاعه الموضوع، ولكن هكلمكم الاول عن السعر. لو انا بشتري موتوسيكل 200 سي سي حقن وقود كربيراتير بنفس الموتور بالظبط، وهشتري سكوتر 200 سي سي برضه كربيراتير بنفس الموتور، يعني الاثنين نفس المواتير، انهي سعره بيبقى اغلى؟ على طول هتلاقي السكوترات بيبقى سعرها اغلى في النقطه دي. ليه؟ لان السكوترات بيبقى الفبر بتاعها غالي، يعني السكوتر من اول نقطه فيه لاخر نقطه فيه بيبقى كله فبر، فالنقطه دي بتخلي تكلفه صناعه السكوتر اغلى شويه. اما في الموتوسيكلات الموضوع بيتلم بالتانك والديل والرفرفين اللي ورا واللي قدام. طيب نقول بقى الخلاصه، والخلاصه هضيف معاها برضو رغبتي الشخصيه في الموضوع ده، يمكن حد يستفيد بحاجه. زي ما واضح من الكلام اللي انا قلته، الموتوسيكل عملي اكتر، موفر معاك اكتر، ويعني يدوس معاك في الدغدغه اكتر. يعني انت مثلا ماشي في منطقه شعبيه زحمه فيها تكسير كتير، الموتوسيكل هيكون افضل معاك في حاجه زي كده. بالذات كمان المساعدين بتاعه الاسكوترات اغلبها كلها جسم الاسكوتر مش بيساعدك ان انت تمتص المطب اصلا، فانت اي مطب بتلبسه بتحس بيه في ظهرك بيتعبك شويه. الموتوسيكل عملي اكتر. طب انا ايه اللي ممكن يخليني اشتري سكوتر عموما بقى؟ يعني معنى كده ايه اللي يخلي حد ممكن يروح يشتري سكوتر طالما هو خسران في المقارنه دي؟ انا كمعاذ حبيت السكوتر في حاجه معينه، وهي فكره الراحه، الشكل والسهوله في السواقه. انا في فترات من حياتي ساعات مش عايز اوجع دماغي بالسواقه، احس ان انا يعني عايز اخلص اموري، مش مركز او ان انا اجري بالموتوسيكل او ان انا اخد المتعه الكافيه، المصاريف مش فارقه معايا قوي. حاسس ان السكوتر هينجزني الفتره دي من حياتي، وانا مثلا ساكن مثلا في المعادي او زهراء المعادي، ساكن في التجمع مدينه نصر، المناطق دي كلها الطرق فيها سالكه، فانا هنا ممكن اختار السكوتر لسهوله الحركه بتاعته، وكمان الشكل بتاعه حلو. يعني انا دلوقتي راكب سكوتر 150 سي سي، السكوتر ده شكله كويس، انا حاسس ان انا شكلي كويس لو دخلت على اي مكان، حاسس ان انا شكلي كويس. الموتوسيكلات الموضوع بيبقى غير كده خالص، ان انت تركب موتوسيكل شكله حلو بيبقى محتاج ان انت تدفع فلوس شويه. فالسكوترات ممكن باقل ميزانيه تركب سكوتر شكله حلو، اما الموتوسيكلات لا، هتضطر مثلا تطلع لفئه سعريه فوق ال 70 80 الف جنيه. انا كمعاذ تفضيلي الشخصي او حلم حياتي انا نفسي احققه، ان انا طبعا كلمت كذا مره عايز اجيب موتوسيكل اللي هو KTM سوبر ديوك، موتوسيكل نيكد ستريت بيمشي بيه في الشوارع، هيكون قوي وهستمتع بيه جدا. وهجيب جنبيه سكوتر يكون مثلا 300 سي سي، ده اتحرك بيه جوه البلد برضه، ولكن ده هيبقى يعني بتاع الديلي يوز، وموتوسيكل هخليه للمتعه بس. وبرضه ممكن اجيب موتوسيكل تاني ادفنشر للسفريات، وموتوسيكل ريس تاني اطلع اجري يعني بقى. يعني انا نفسي اجيب موتوسيكلات كتير وسكوتر واحد جنبهم، السكوتر للراحه والتحرك الداخلي كده، الحاجات دي السريعه، والموتوسيكلات للمتعه وان الواحد يطلع كل الطاقه بتاعته فيها. عايز اعرف انت ممكن تميل لانهي اكتر من الاثنين، الراحه والاستخدام السريع، ولا العمليه والاستخدام الشاق والتوفير في المصاريف بشكل عام؟ ده كان فيديو سريع حبيت ان انا الخص فيه الموضوع عن تجربه حقيقيه. انا معاذ سعد، دي قناه موتور، اللايك والاشتراك في القناه، اشوفكم فيديو جديد، السلام عليكم.